كيكرولي رائع شكلا ومذاقا. اول حاجه غادي نحتاجو 4 ديال البيضات، كاس ديال السكر صينيه، قبيصه ديال الملحه فاني، وثلاثه المعالق ديال الزيت، 3 المعالق ديال الحليب. غادي نخلطوا الكل جيدا حتى نحصلوا على خليط يكون ابيض. غادي نقسموهم. الخليط الاول نوضعوا فيه النكهه ديال الرمان والملون احمر، الخليط الثاني نكهه ديال البيستاج ملون اخضر، وكاس ديال الدقيق غنقسموه على الخليط بجوج، نص كاس في الخليط الثاني ونص كاس في الخليط الاول. وغادي نوضعوا لي بوش، غادي نوضعوا خليط الاخضر في بوش والخليط الاحمر في بوش. وعندي هنا طاوه اللي غندخلها الفران، فرشتها بورق الطبخ وغنوضعها هكا خطوط. بالنسبه في هذا الاثناء الفران عندي سخون، غندخل هاد لاجينواز طيب. من بعد ما كطيب كنقلبها في ورق الطبخ يكون نقي، ونروليها نخليها في الثلاجه لمده 5 دقائق. من بعد كنخرجها، كندهن ليها الكريمه وكذلك يعني المربى اختياري، وكنروليها نخليها عاود في الثلاجه. ومن بعد كنزينها بالكريمه او اللي حبيتو. هذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها. كنقول لكم الصحه